السلام عليكم. النهاردة هنعمل الخبز التركي. بصراحة بجد الوصفة دي خطيرة، سهلة وبسيطة وسريعة وطعم وريحة جنان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ بالمقادير. معايا كوبايتين مية دافية، معلقتين سكر كبار، باكت خميرة ما يعادل 15 جرام، وهنجلب لحد ما السكر ده يدوب معانا. معايا كوباية زبادي، حوالي 6 معالق زبادي، معلقة ملح صغيرة، وهنقلب الخليط ده وهنضيف ليه كوباية دقيق وهنقلبه تقليبة حلوة، وهنغطيه حوالي 10 دقايق لحد ما يعمل فوم معانا كده ويتضاعف حجمه. طبعا بعد مرور ال10 دقايق هنبص عليه كده هنلاقيه اتضاعف وعمل فوم وفقاعات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنضيف باقي المقادير، هنضيف الدقيق شوية شوية. الخليط ده خد معايا كوباية في الأول و5 كوبايات، يبقى الخليط كله خد معايا 6 كوبايات دقيق. وهنقلب. بصوا كده الفوم والفقاعات، انا هوريكم كده، هوريكم اقول بصوا الفقاعات كده اللي ظاهرة دليل على نجاح العجينة ان شاء الله. معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة، وهنقلب الخليط. وهنضيف باقي الدقيق. وهنقلب كده وهنعجن. خلاص كده انا هعجن بايدي، هنكمل. وهنضيف باقي كمية الدقيق. طبعا انا كده عجنت، هكون مجهزة نص كوباية زيت هنضيفها شوية شوية كده في الاخر. وهنلم العجينة كده بالزيت. بصوا كده. العجينة معانا سلسة وطرية وهنغطيها ونريحها وهي تاخد حوالي من نص ساعة لساعة. بس عجينتنا دي خدت معايا تلت ساعة بصراحة، وتلت ساعة واتفاجأت كأن ضعف الحجم وكده. وبصوا زي الملبن وهشة وخفيفة، ده دليل على نجاح العجينة بتاعتنا. هنطلعها وهنرشلها رشة دقيق علشان هي بتكون متلزق معانا، وده طبيعي. هنلمها ونقطعها طبعا الحجم اللي انتوا عايزينه، احنا اللي هنتحكم في التقطيع. انا هقطعها 5. طبعا هنقطعها 5 قطع، وهناخد كل قطعة 5 قطع حلوين، هيبقوا كبار وحلوين. وكل قطعة على رشة دقيق وهنكورها، ورشة دقيق تحتيها كده. وهنكمل باقي الكمية بالطريقة دي، هنكورهم ورشة دقيق. الخليط انا قطعته حوالي 5 قطع، هيبقوا كبار وحلوين. بصوا الاولانية حجمها هتضاعف. وهنغطيهم وهنجيب الصاج بتاعنا، معلقة زيت كده، وهندهن كل الحواف وكل الصاج بالفرشة. طبعا اول فطيرة معايا انا فردتها بالنشابة، بس بصراحة بعد ما فردتها بالنشابة حسيتها سلسة كده ومش محتاجة. انا حطيتها كده وهنجيب طبعا هنفرد بايدي. بصوا كده زر الزيت في ايدي كده وبس كده. بصوا اللي فردتها بالنشابة من ايدي سلسة معايا وخفيفة ومش محتاجة خالص فرد بالنشابة. طبعا هنجيب الصاج التاني ومعلقة زيت
وبالفرشة، وهندهن كل الحواف وكل الصاج، وهنجيب الفطيرة كده وهنفردها. طبعا انا الفطيرة بحاول افردها على الصاج علشان ايه؟ الصاج يغطي الاتنين اللي التانيين. بس بصراحة بعد ما فردت قلت لا 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 مش هيغطي، فانا حبيت اوسع الفطيرة كده على جنب، وقلت لا، هما اتنين، لان الحجم معانا اتضاعف لانها هشة وخفيفة، فحجم الفطائر اتضاعف معانا. معايا بيضة. طبعا هنقلبها تقليبة حلوة بحيث ان البياض والصفار يتجانس مع بعضه ضربة حلوة كده. وبعد ال10 دقايق هنجيب الصاج الاولاني هنشكله تشكيل عشوائي، وهنجيب الصاج التاني برضو وهنشكله تشكيل اي تشكيلة كده. بصوا كده. طبعا وهندهن وشهم بالبيض اللي انا ممكن لو مش حابين البيض ممكن لبن. معلقتين لبن وتدهني بيهم وش الخبز بتاعنا. وبس كده انا هندخله الفرن على درجة حرارة 180، وهكون مشغلة الفرن مسبقا. ورش السمسم على الوش وممكن تستغنوا عنها. بس ولو وصلتوا لحد هنا، انا ام بلال ودي قناتي، اتمنى تنوروني في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبصوا قد ايه الخبز بتاعنا طري وهش وجميل. بصوا كده اسفندي بصراحة، الطعم خطير بصراحة. اتمنى تجربوه، ولو عجبتكم الوصفة كومنت حلو وشير واشتراك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. وطبعا بصوا الوصفة خطيرة بجد، سفند وطعم خطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.